السلام عليكم، صباح الخير. هل صحيح أن النعام يدفن رأسه في الرمال؟ هذا اللي عرفناه وإحنا صغار. خلونا نعرف. حين تشعر النعامة بالخطر ستقوم في الواقع بالهروب جريا، وحين تكون النعامة مطاردة من حيوان مفترس يمكن أن تصل سرعتها إلى 70 كيلومتر في الساعة، ويمكنها المحافظة على سرعة 50 كيلومتر في الساعة. هذا يجعل النعام أسرع الكائنات التي تجري على قدمين، لذا يمكنها أن تهرب من معظم الحيوانات، باستثناء بعض الحالات حيث قد تضطر للمواجهة دفاعا عن أطفالها مثلا، فتستخدم ركلات رجلها القوية. هذه الركلات شديدة في وجود المخلب الحاد، لدرجة أنها قد تقتل أسدا، وقد تم ملاحظة هذا أكثر من مرة. النعام يملك حاستي نظر وسمع جيدين، لهذا يمكنه ملاحظة الحيوان المفترس من قبل أن يراه. عندئذ يقوم النعام بالاستلقاء ولصق جسده بالأرض بقدر الإمكان ثم الانتظار، وهنا يبدو للمفترسين مجرد كومة طين. إن فشل هذا التكتيك ورآهم الحيوان المفترس سيقومون بالفرار، والمغالطة قد تكون بدأت من هنا، إذ تبدو النعامة في هذه الحالة برأسها الصغير وكأنها تدفن رأسها في الأرض. وقد تكون نشأت أيضا من حقيقة أن النعام يحفر حفرة بعرض حوالي 2 مترين لعمل عش للبيض حتى لا تراها الحيوانات المفترسة، فالنعامة تحرك البيض أكثر من مرة في اليوم، مما قد يظهر من مسافة وكأنها تدفن رأسها. طبعا هذا الواضح، لأني أنا ما عمري شفت فيديو وهي دافنة رأسها. النعام هو أكبر الطيور بوزن من 63 إلى 145 كيلو جرام، وأجنحة النعام مثال على الأعضاء الأثرية التطورية التي فقدت وظيفتها الأساسية اللي هي طيران، ولا تزال موجودة لوظيفة أخرى. صحيح أن هذه الأجنحة فقدت وظيفة الطيران، ولكنها تساعد النعام في التوازن عند الجري والتهديد والتزاوج. والله يا أستاذة نعامة طلعتي ما انتهينا. كنا مع النعام، وأشكركم أصدقائي على المتابعة.